ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم النهارده بفيديو حلو جدا جدا جدا. فيديو سمك. السمكة دي شايفين شكلها، اسمها سمكة الشيماني، هنا في البحر الأحمر. بتبقى موجودة في البحر الأحمر بكترة، وجميلة جدا جدا جدا، مليانة لحم ولحمها أبيض وحلو. وأنا منضفاها كويس على فكرة. الحتة اللي أنا بشاور لكم عليها دي مش ده عرق السمكة، فمهما تنضفي فيه هو ما يعني هي نظيفة مفيش اي حاجة. ونقعتها في ملح وكل حاجة، وقطعت كمان بصل وبطاطس وطماطم وفلفل حراق وليمون وتوم. تمام، دي اهم ايه الحاجات اللي ايه هعمل بيها السمكة دي. طعمها حلو جدا جدا، وبترمي لحم كتير، يعني انت مثلا لو 3 افراد تاكلوا فيها مستريح. تمام. وطبعا معانا 4 5 ليمونات كده حلوين. دي اهم حاجه في السمك. اهم حاجه بتنضفوا السمكه كويس وبالملح وتعملوها كويس جدا. وبعد كده بتفرموا الثوم وتحطوا عليه كمون، وبتحطوا عليه ملح، سنه بسيطه خالص فلفل اسود، وبهارات سمك وليمون كتير. انا حطيت 3 ليمونات. وبتفضلوا تقلبوا كل ده في بعضه لحد ما يبقى عندنا الخلطه الجميله دي. او كمان ما ننساش الكزبره الناشفه. تمام. انا هاخد معلقه من الخلطه دي وهحطها على الخضار بتاعي. تمام، الخضار اللي انا هحطه في السمكه. بس بعد كده هقعد اقلب الخضار بقى ده كله كويس قوي قوي مع معلقه التوم دي. وهجيب بقيه الخلطه بتاعه التوم وبهارات السمك والكلام ده، وهتبل السمكه حلوه قوي من جوه، من عند كده من فوق كده، من عند الزعانف وكده من هنا. تمام، هتبلها كويس قوي. وبعد كده هقلبها وكمان من على ظهرها وهتبلها كويس. لازم اهم حاجه في السمك نتبله حلو جدا جدا. تمام. وفي الاخر جبت معلقه من الصلصه كده عشان يديها لون بعد ما تحمر. تمام، انا بحبها احمرها حلو، يعني انت ممكن يبين لكم ان هي تبقى محروقه، بس انا بحب احمرها قوي في السمك بالزيت. بعد كده هجيب البصل اللي انا قطعته حلقات، وبعد كده هحطه. تمام، بالمنظر ده يعني كده نديها ايه منظر جمالي. تمام. وبرضو هحط الطماطم بالمنظر ده والفلفل والليمون. بصوا، عايزه اقول لكم بتدي طعم حلو جدا. ممكن تاكلوها بالعيش، ممكن تعملوا معاها رز سمك. ولو عايزين كمان طريقه رز السمك، انا بعمل احلى رز سمك بجد، احلى من بتاع المحلات 100 الف مره. بجد هتلاقوا اللينك تحت الفيديو، هحطه لكم تحت الفيديو. تمام، للي حابب يشوف طريقه رز السمك. بس وبجد هتدوقوا احلى سمك. ممكن تعملوها ممكن تعملوا اي نوع سمك بالطريقه دي. في شعور تمام بيخش برضو الفرن. في طبعا القاروص تحفه في الفرن. تمام، برضو في انواع سمك كتيره بتنفع بالطريقه دي. البوري ممكن تعملوه كده بيبقى تحفه جدا. وفي ناس كمان بتعمل البلطي عادي جدا، بيدخل الفرن برضو بيبقى طعمه حلو جدا. وهحط برضو الطماطم. برضو شايفين انا دعكت الخضار كله في معلقة التوم اللي انا حطيتها دي. والليمون، اهم حاجة الليمون. تمام. انا بقى بعد ما حطيت السمكة بالمنظر ده حشتها، وفرشت تحت السمكة البطاطس. تمام، وبقية الخضار اللي موجود سواء فلفل بصل طماطم. ده بيتاكل بيبقى طعمه حلو جدا مع الرز او العيش. تمام، انا بعد ما عملت السمكة حشتها وحطيت ايه الخضار تحتيها. تمام، عشان ما تلزقش في الصينية. ورشيت حوالي نص كوباية زيت. تمام، الزيت ده هو اللي بيدي برضو طعم حلو جدا في صينية السمك. ولو عايزين طرق اسماك كتير، في برضو عندي على القناة طرق اسماك كتير جدا جدا. عاملة برضو الشعور في الفرن برضو تحفة، كانت جميلة جدا. وعاملة سمك المقلي، عاملة كل الاسماك، وعاملة الكاليماري والجمبري. ممكن احط لكم اللينك بتاع الاسماك تحت الفيديو. بس كده. بعد كده شلتها وحطيت زي ما قلت لكم الخضار البطاطس والخضار الباقي. تمام، بالمنظر ده. وبعد كده بقى هرش زيت. تمام، رشيت زيت على قد نص كوبايه زيت. هي بتاخد حوالي نص كوبايه، بس مش نص كوبايه كبيره يعني. تمام. وبعد كده ادخلها الفرن، وهتطلع بالمنظر الجميل ده. بجد تحفه جدا. انا بحب احمرها قوي كده، كل واحد على حسب ما بيحب. فلو مش بتحبي تحمريها قوي، اول ما تحسيها خلاص خدت لون بسيط طلعيها. لكن انا بحب احمرها عشان بجد بحب الخضار ده. وهو طعمه كده متحمر جامد، بيبقى طعمه تحفه تحفه. الف هنا وشفا على قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.